ولأن الملعب الكبير بمدينة مراكش يعرف عشبه إصلاحا، الكوكب المراكشي يستقبل أولمبيك سفي بملعب أدرار بمدينة أكادير. الهجمات المراكشية كانت مبكرة، بلالبيات يخطئ سبيل المرمى ويضع اليدين فوق الرأس كأنه عالم بالقادم. الدقيقة 18، سعيد اللمطي يعنون المباراة بهدف التقدم للأولمبيك. أبناء المدينة الحمراء حاولوا الرد أكثر من مرة. عقال تسديدته لم تكن قوية، وسقط كرته في يدي الحارس فؤاد بابا الله. القرش المسفيوي لم يغمض أعينه في أعماق البحار، بل بحث عن الهدف الثاني. وفرسان البهجة مر وقت طويل وهم يناشدون الرجوع إلى أجواء المباراة دون جدوى، حتى كل ومل من رافق الكوكب إلى أكادير. وعلى النقيض، إيقاعات ساحل المحيط تتواصل في المدرجات، وزادتها حماسا رأسية كمال أيت الحاج التي ارتكنت في يمين الحارس عصام بدا دون سابق إشعار. ضربة قاضية لم يستيقظ الكوكب المراكشي من وطأتها إلا في الدقيقة 79. جيفرسون على طريقة أبناء الصامبا يخفف آلام هشام الدمعي ومعه جماهير مدينة النخيل. فرصة الإفلات من عضة الأسنان المنشارية للقرش تتأثى في الثواني الأخيرة، لكن شطيبي جانبت قذفته الصواب ليعود الكوكب من أكادير بهزيمة، وأولمبيك سفي يضيف لرصيده 3 نقاط.